بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري ياسر إبراهيم والأشياء الأخرى. هتقول لي إزاي؟ هقول لك ياسر إبراهيم النهاردة كرة أنقذها من قدام أسامة فيصل، انفراد تماما تماما، وبعد كده بيعمل الجون التاني اللي في الوقت اللي هو بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي اللي هو اداه الحكم في الدقيقة 45 ثانية، هو اللي بيعمل الجون لأسامة أبو علي. والماتش اللي فات شايل كرة من على الخط، والماتش بتاع بتروجيت شايل كرة من على الخط. يعني لو تعادل وتعادل كان خلاص الدوري راح، والنهارده تعادل يبقى 6 بونت، يبقى عليه العوض. ولكن ياسر إبراهيم والأشياء الأخرى هم اللي مخليين الأهلي في المنافسة لغاية دلوقتي. الناس هتقول لي في ضربتين جزاء، أقول لك ما انتوا هو في اكتر من 5 دقايق ويدي 45 ستة، ما تدي 6 دقايق ورايح دماغك. فين الضربتين جزاء؟ طب وبتاعت سيد نيمار ما ضربة جزاء، وما هنش على الراجل يجيبها ويوريها لنا. جابها لنا من الجنب، يعني بيجيبها من الجنب عادي يعني. جون امام عاشور النهارده احلى ما في المباراه. ده جون ما بنشوفوش الا في الدوريات الاوروبيه بصراحه، يعني جون جامد جدا جدا جدا. طارق مصطفى صعبان عليا جدا، لان انتوا بتضيعوا مجهود مدرب محترم. والله العظيم منظومة بتضيع مجهود مدربين محترمين بيلعبوا كورة محترمة، ولكن الاشياء الاخرى لها دور كبير في افشال المدربين ده. يعني ممكن طارق مصطفى بعد ماتش النهارده ممكن يمشي طبيعي، عادي جدا عادي. هيقول لك لا اصل احنا مش عارف ايه وايه، ومش طارق مصطفى بس، ده كل المدربين المحترمين يعني لما بيجي يلعبوا النادي الاهلي ممكن عشان الغلطات بتاعت الاشياء الاخرى دي ممكن تمشيهم عادي. كابتن عماد النحاس النهارده اللي هو يعني ماسك النادي الاهلي بجلاله قدره، بالفلوس دي وبالصفقات دي وبالملايين، مش عارف يعمل فرقه لا حول لا ولا قوه، لغايه ما قفشه نزل. قفشه هو اللي اعاد الاتزان تاني لفرقه النادي الاهلي. بس هو النهارده الكابتن عماد النحاس خلص على بن شرقي وجراديشار اكتر ما هم متخلص عليهم. كابتن عماد النحاس النهارده بينزل حسين الشحات في اخر 5 دقايق ولا 10 دقايق، بيكمل مسيره كولر على حسين الشحات. والناس تقول لك لا ما رجع السوليه، لا ما هو رجع اكرم توفيق، لا ما هو رجع ايه؟ ده اللعيبه اللي عندها حلول دي هي اللي المفروض يرجعها، ويرجعها بقوه ويديها مساحه. ده طاهر محمد طاهر النهارده مع كل الاحترام الماتشات اللي فاتت بيلعب تايم كويس قوي، يجيب جون وبعد كده ما بنشوفوش. النهارده ما شفناهوش خالص خالص. النهارده جراديشار تحس كده ان هو ناس الكوره بتطول، بعد ما كان بيقف على الكوره ويعمل حاجات ما بنشوفهاش من لعيبه كبيره زي بنزيما وزين الدين زيدان. يعني هو بيفكرني بالستايل ده، ان هو لما بيقف على الكوره ويحجز ويستلم ويلاعب الناس ويغير اتجاهاته ويطلع ياخد الكور العاليه. لا لعيب كوره. بس من يوم ما جه عماد النحاس وهو تحس كده ان الراجل ده بقى مش جراديشار. نفس الكلام بن شرقي، ما الراجل مكسبك الماتش اللي فات، هو انت ما عندكش اللي هو تغيره؟ ما في لعيبه بتهجس كتير في الملعب. اتمنى انه يروح كاس عالم، يعني اتمنى ان الكابتن عماد النحاس، عشان الناس تقول لك ايه العلامه الكامله، جايب لعب 5 ماتشات بخمس. ادعي للمسائل الاخرى. فالواحد مش لاقي كلام يقول والله، مع العلم ان انت النهارده يعني الشوط الاولاني تحس ان في نديه بين الاهلي وبين بنك الاهلي، وده بيلعب كوره وده بيلعب كوره. بعد كده كله رامي حموله ان ياخد ضربه جزاء
حاطين ضغط عليه والجماهير حاطه ضغط عليه لغايه ما ادى 5 دقايق. خلاص الخمس دقايق جم خلاص، زي بالظبط الماتش اللي هو قريب اللي هو كان بتاع بيراميدز، برضه 5 دقايق وبعد كده يجي الجون في الدقيقه السادسه. طب ينفع؟ بتضيعوا مجهود فرق وبتبوظوا شكل الدوري وبترخصوا الدوري وبتخلوا الدوري الناس بيبقى عندها الجماهير، مش جماهير الاهلي طبعا، جماهير الفرق التانية بتبقى عندها قناعة ان الدوري معمول لنادي معين بس في كل حاجة. وارجع بقى من اول ما الدنيا وقفت والماتش والانسحاب والحاجات دي، ارجع بقى كده للتاريخ، بيضغطوا على نادي واحد بس. على العموم بيراميدز كسب النهارده والمصري خسر النهارده 4-0. ايه رأيكم بقى في اسمه ايه، انيس بوجلبان؟ ايه رأيكم فيه؟ قلت لكم خسرتوا علي ماهر وهتندموا عليه ومش هتخشوا افريقيا اهو. علي ماهر لو موجود كنت دخلتوا افريقيا. والنهارده بيراميدز بيكسب مع فرقه محترمه اسمها بتروجيت، فرقه كوره محترمه ومعاه مدرب محترم. بصراحه علي العوض. السلام عليكم. ان هو بيقول لا قدر الله لو خسر، فكده هو اعلن عن انتمائه، وكده ابراهيم فايق اهلاوي. يعني بص، عارف اللي هو ايه، يعني مثلا انت بتتكلم في مثلا موضوع معين، ممكن يعني هو ممكن يكون اوقات البني ادم لسانه بيغلط، يعني فاهم اللي هو مش دايما هتلاقي كلامك كله طالع صح 100%. تمام. ما يمكن يا عم مثلا الحوار ده، يعني مثلا احنا في الطبيعي بتاعنا اي حاجه وحشه قبل ما تقولها تقول لا قدر الله. يا عم ثواني هو غلط في ايه؟ معرفش، هو يمكن يا عم قصده مثلا اللي حد من مجلس الاداره، هو بيتكلم مثلا عن نيابه عن مجلس الاداره، فاهم؟ لا هو ابراهيم فايق رد عليه يعني. قال له ايه؟ قال له انا وانا بتكلم انا موجه كلامي لجمهور الاهلي والاهلي او اداره الاهلي، فموجه كلامي للاهلي للاهلاويه، بالظبط. يعني مثلا فطبيعي تيجي يقول جدا لك ان انا اقول لا قدر الله، لان لو قلت غير كده هيقولك يبقى هو بيتمنى لنا الخساره. بالظبط. زائد بقى يعني خليك تقيل شويه يا ابو حمزه، خليك تقيل شويه، لان خليك راجل تقيل كده. بصراحه ابراهيم فايق عجبني قوي في الرد ده. ابراهيم محدش يعرف يجي معاه، خلي بالك. ده حقيقه. ابراهيم اتقل اعلامي في مصر. ده حقيقه برضو، قتل اعلام رياضي. ده حقيقي. هو وشوبير عشان بس ما والله بجد هو وشوبير قتل 2. بس بصراحة من ساعة ما ابراهيم طلع على اون وهو بقى رقم 1 حتى فوق شوية. لا على MBC بقى. ما من هو في اون خلي بالك، كان الناس اكتر الناس بتتابعه، هو ما بتتابعش شوية، خلي بالك. طب شوبير لما راح الاهلي برضه مش يابا صلى على النبي، ده انت بالذات ما ينفعش تقول كده. لا ما انت يابا صلى على النبي. انت حاجة وده حاجة. صلى على النبي، احنا عارفين ومجربين، وبلاش نوضح اكتر من كده. احنا عارفين ان شوبير لما راح قناة النادي الاهلي الريتش عالي على الاخر، وخصوصا بس في شهر رمضان. كان انت تيجي تقارنه اللي هو كاعلامي بقى يجيب اخبار، واللي هو اعلامي متكامل، مفيش زي ابراهيم فايق بصراحه. حتى شوبير، لان شوبير مش اعلامي، يعني معلش هو كل بتوع اي واحد لاعب كوره يطلع مش لاقي شغلانه. اعلامي يا باشا، واعلامي متميز كمان. انا بطبل يا عم لشوبير، حبيب قلبي شوبير ده. اكل العيش مر يا عم احمد يا باشا في رمضان اقسم بالله، بص يا باشا كان ظابط الكلام، وبلاش نفضح نفسنا اكتر من كده. بالظبط. نغير الموضوع نغير الموضوع. التشكيله المتوقعه للاهلي بكره اللي عماد النحاس هيختارها، وبعدين قول تشكيلتك اللي انت نفسك الاهلي يلعب بيها.
والله يعني. اقول براحتك يعني. اقول ولا تقول انت؟ قول انت وانا اقول بعدين. الشناوي. او ايه رايك مثلا يعني نتكلم في كل مركز سوا لحد ما نكون التشكيله. اوكي. طبعا اول مركز احنا الاثنين نفسنا شوبير يلعب، بس مين بس اللي هيلعب؟ الشناوي ده هيلعب. بالظبط. باك يمين مفيش غيره عندنا. هاني. محمد هاني بالظبط، بس في خلي بالك عمر كمال، بس اظن مش هاني. عمر مش كمال لسه راجع. مش هيدخله في التشكيل دلوقتي. انا لو هتقول لي هتتمنى مين هقول لك هاني مش عمر طبعا. فعلا عمر احنا هو من ساعه ما جه هو مصاب دايما، فاهم. حتى لو هو مستواه احسن بس هو راجع من اصابه يعني فلا طبعا. فاهم. تاني حاجه السيرد باك اللي هو ناحيه باك اليمين ده تلعب بمين؟ معلش. واللي جنبه معاك داري وياسر. داري. هيبقى انا اتوقع، انا اتمنى كده، بس هو يلعب بالعش وياسر. والماتش اللي بص، فات لعب بمين؟ ولعب بالعش وياسر. وياسر. والله ما لعبش بداري. لا، يبقى يلعب بياسر برضو، بس انا اتمنى داري يعني. هو اظن يا اما هيلعب ياسر وداري، ياسر والعش، بس اظن مش هيغير ياسر يعني ياسر اساسي. هو مش هيغير. ليه انا بقى؟ نفسي. ايه؟ ليه واخد عليك امبيالات ولا؟ لا، هو النحاس بيتفائل، يعني مثلا ياسر كان شايل الكرة من على الخط خلاص اقعد معاه. اه. وبنسبة كبيرة يعني هنخش في الباك ليفت. طبعا 100% احنا الاتنين نفسنا معلول اللي يبدأ. طبعا بس هو يبدأ بكوكا. بكوكا دي حاجة معروفة. مش عارف ليه. ايه؟ مش عارف ليه. المشكلة انا عارف ايه، يعني احنا اول ما لا بجد ايه الميزة في كوكا في الباك ليفت؟ ده سيبه، يعني مثلا هل بيرفع عرضيات كويس؟ لا. طب بيغطي كويس؟ لا. بيدافع بس زي اكرم وقت ما كان بيلعب باك رايت؟ لا. بيطير طيب كويس، بيسحب لاعب معاه ويفتح مساحات للي وراه ولا اللي جنبه ولا اللي قدامه؟ لا. بجد بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه، بس هو انت عارف اللي هو ايه، عماد النحاس مؤسس اللي هو اللي تكسب بيلعب بيه، هو مؤسس نادي اللي تكسب بيلعب بيه. اوكي، على فكره ما عنديش مشكله في الفكره دي، حلوه. ايوه اللي اكسب بيه العب بيه، اوكي، بس انت يا كوكا مش بتكسب بيه. ما انا بقول لك يعني مثلا ايه، لو هتيجي للوقت الجد فعلا، احنا جينا في بداياته قلنا يا عم مجبر، معلول لسه راجع من الاصابه، يحيى عطية الله مصاب، وكريم الدبيس ده مصاب. جينا دلوقتي، انت متخيل دلوقتي كان قدامه، سيبك كريم فؤاد راجع من اصابه طويله فصليبه وبتاع. لا طبعا. بالظبط. فانت جاي دلوقتي انت معاك يحيى عطية الله راجع من الاصابه، معاك كريم الدبيس راجع من الاصابه، معاك علي معلول راجع من الاصابه بقى قد كده، ومعاك كوكا، يعني انت المفروض معاك 4، راح مطير 2، طلع يحيى عطية الله وكريم الدبيس بره التشكيله خالص، بره القايمه، وساب كوكا وعلي معلول، عشان برضه هيجي في الماتش هتلاقيه بيلعب كوكا هو الاساس. بس اقول لك على حاجه. قول. انا شايف ان علي معلول هو اداله في ماتش، مش فاكر ماتش مين، اداله في الشوط الثاني. تمام. وشفنا، انا عن نفسي شفت ان علي معلول كان مميز جدا جدا في الكام دقيقه اللي شارك فيهم في مصر تقريبا، ماتش المصري تقريبا. كان مميز جدا وعمل كام كوره كده بصراحه عجبتني جدا 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 يعني. فكان ايه المشكله ان بعد كده يبدا بيه بقى؟ خلاص، ما خلاص يعني الراجل دخل في الماتشات اهو. ما فعلا. وكمان يعني في حاجه، انا يعني بس انت دلوقتي يا عم